السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. النهاردة هنعمل أكلة اقتصادية مش مكلفة وتفتح النفس. ممكن تنفع فطار، ممكن تنفع غدا، ممكن تنفع عشاء. يلا نسمي بسم الله. هجيب باذنجان تكون طازة كده وبتلمع بالشكل ده، هقطعها بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين فوائد الباذنجان. هحطها في ميه بملح واسيبها شويه كده على جنب عشان ينزل ميته. وهجيب فلفل هقطعه كده بالشكل ده، وهنضفه من البذر. ومعايا ربطة بقدونس وربطة كزبرة مغسولين كويس قوي وطازة بالشكل ده، هقطعهم. بيدوا طعم للاكل وريحة، وطبعا قيمتهم الغذائية عالية. وهقطع طماطم مكعبات. انزلوا صندوق الوصف هتلاقوا وصفات كتير قوي. البسبوسة، القرص الطرية، الكرواسون. وشوفوهم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وتابعوا الفيديو معايا للآخر. عملت وصفتين برضو مش مكلفين. طعمهم حلو قوي هيعجبوكم. وهجيب نص كيلو من البطاطس، هغسلها كويس قوي واسلقها واقشرها واقطعهم مكعبات بالشكل ده. ده تاني طبق هعمله. الوصفة دي مغذية جدا، ممكن تنفع سندوتشات للمدارس، ممكن ناخدها معانا في علبة البحر او في رحلات، او ممكن نعملها سندوتشات لوحدها نتعشى بيها. بتشبع وفي نفس الوقت بتفتح النفس، طعمها تحفة. معايا طاسة على النار فيها زيت سخن، هنزل بالباذنجان. اول ما ياخد معايا لون هطلعه على طول في مصفى عشان ينزل الزيت. وهنزل بالفلفل. اول ما ياخد معايا اللون كده هطلعه على طول. ومعايا طاسة فيها معلقتين زيت ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. اول ما يبتدي يصفر هنزل عليه بطاطس المكعبات. وهشوحهم كده مع بعض تشويحة حلوة. وهضيف عليها رشة من الكمون والفلفل والشطة والكزبرة ورشة ملح، معلقة خل صغيرة، وهقلبهم مع بعض كده كويس قوي. هدخل بقى في البطاطس بقى التوابل والخل والثوم. ومعايا بيضتين عليهم رشة فلفل اسود، هضربهم كويس قوي بالشوكة. ممكن نستبعد الخطوة دي يعني، بس انا حاطة البيض ده عشان يعلي القيمة الغذائية وبيديها في نفس الوقت طعم حلو قوي. بس هي برضو من غير البيض بيبقى طعمها جميل. وهقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما البيض يستوى. هنزل عليهم برشة من البقدونس والكزبرة، بتديها ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي. ومعايا طاسة فيها معلقتين زيت ومعلقة توم مفرومة، هشوحها كده في الزيت. ومعايا فول ههرسه كده بهرسة البطاطس، او هضربه نص ضربة كده في الخلاط. اول ما التوم يحمر كده هنزل بالفول على طول.
طبق الفول ده كمان جامد قوي، هيعجبكم قوي. هنزل بمعلقه خل صغيره، وهضيف بقى عليه التوابل، رشه من الكزبره الناشفه، رشه من الكمون، رشه فلفل اسود، ورشه ملح. هخلطهم مع بعض، وهضيف عليهم حبه من مكعبات الطماطم اللي انا مقطعاهم، وحبه من البقدونس والكزبره. كده خلصنا طبق الفول. هحط الفلفل والباذنجان في بولة، عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم فرم ناعم، ورشة خل، ورشة بقدونس وكزبرة، ورشة من الطماطم المكعبات. ممكن ابشر الطماطم بس انا بحبها كده مكعبات، طعمها بيبقى حلو قوي. ورشة من الشطة، رشة كزبرة، كمون. انا حاطه ملح مع الثوم، مش هحط ملح. وهضيف عليها رشة من الطحينة. طبعا الخليط ده كله مع بعضه، الثوم والطحينة والخل والتوابل، بيدي طعم حلو قوي للسلطة بتاعت الباذنجان. الطبق ده تحفة، ممكن ناكله لوحده كده بالعيش. وهرش رشة من الطحينة على الفول. كده الثلاث اطباق معانا جاهزين، حاجة كده تحفة. هضيف معاهم طبق فيه جرجير وبقدونس، ممكن احط جنبهم شوية خيار وطماطم شرائح والعيش البلدي. كده خلصنا الاكلة بتاعتنا، اكلة حرشة زي ما بيقولوا. انا عايزاكم تجربوها، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.